السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو مختلف عن تأسيس اللغة العربية. فيديو النهارده تربوي. ما هو لازم نوازن ما بين تعليم ابننا وتربيته. اصل مش هنعلمه بس، لازم نربيه كمان. ابني بيقول لا على طول. اي حاجة اطلبها منه يرد عليا بكل بساطة لا. حتى لو الحاجة بسيطة، زي اننا نلبس الشراب او نشرب مية. كل حاجة فيها عند وتحدي. لازم ازعق عشان يسمع الكلام. كأني في خناقة يومية مع طفل عمره 3 سنين. لما اقوله لا على حاجة يصرخ ويعيط وينزل في الارض، وانا ما ببقاش عارفة اتعامل ازاي. يا ترى اسيبه يهدى ولا ارد عليه ولا اعمل ايه؟ بتبقى حيرة وقتها. ده انا حتى بخاف اخرج بيه، لان اي لا بتخرج مني بتتحول لصريخ وعياط قدام الناس. لو الكلام ده بيوصف يومك مع طفلك، فأنا هنا عشان أقولك انتي مش لوحدك. بس كمان العناد مش هو أصل المشكلة. العناد ده رسالة الطفل بيعملها عشان نفهم شعوره. محتاجين نسمع رسالة العناد صح عشان نعرف نتعامل بطريقة صحيحة مع الطفل. أنا بنتي لما كنت باجي أشربها كانت بتقولي لأ. طيب لأ ليه؟ انت عطشانة بتقولي لأ ليه؟ كانت بتقولي لأ عشان هي عايزة تشرب لوحدها. فالرسالة اللي ورا العناد هنا ان هي عاوزة تبقى مستقلة، عاوزة تشرب لوحدها وتعتمد على نفسها. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن القواعد الأساسية في التعامل مع العناد وازاي نتجنبه. وفي آخر الفيديو هنطبق الكلام بتاعنا على مثال عملي. خليكم معايا. الطفل من سن 2 ل5 سنين عنيد بطبعه. هو مش بيقول لا عشان يتعبك، هو بيقولها عشان بدأ يحس انه شخص مستقل وعاوز يعمل كل حاجة لوحده ويعتمد على نفسه. واوقات الطفل ما بيبقاش قادر يعبر او يشرح مشاعره واللي حاسس بيه. فبدل ما يقول انا متضايق، انا زهقان، انا عايز لعبة مسلية، بيقول ايه؟ لا. لا. كمان السنوات الأولى من عمر الطفل هو بيختبر حدودك. بيعرف ايه هي حدودك وآخرك. يا ترى أنا لما أعمل كده ماما هتتعصب وتصرخ ولا هتبقى هادية وتتعامل بهدوء كده؟ هو عاوز يعرف حدودك ايه. أنا بنتي كانت بتبقى عطشانة عادي وأنا عارفة إن هي عطشانة. بروح أقول لها يا سدرة تشربي، تقولي لأ. أقول لها تمام وأمشي. أول ما بمشي وأسيبها تنادي عليا وتقولي ماما أشرب. طيب ايه في ايه؟ ما انا كنت لسه بقولك اشربي. اللي هو هتقول لا وخلاص على اي حاجة، حتى لو هي عايزة الحاجة دي تلقائيا بتقول لا. يبقى احنا كده فهمنا سمات مرحلة العناد عند الاطفال ودوافعهم. طيب هنتصرف ازاي؟ اول حاجة، حاجات لازم تعمليها قبل ما ابنك يعند على اي حاجة. لازم تسبقي انت بخطوات وهمية، انت اللي محدداها وهو يختار منها عشان يحس انه صاحب القرار. زي تلبس البنطلون الاحمر ولا الازرق، تاخد التفاحة ولا الموزة، وهكذا. كده هو هيختار من حاجات انت اللي محدداها. تاني حاجة، ياريت يبقى فيه روتين ثابت في كل حاجة في حياتكم أو في الحاجات الأساسية. زي روتين قبل النوم، احنا هناخد شاور ونعمل حمام وبعدين نغسل أسناننا ونروح نلبس اللبس بتاعنا ونسرح شعرنا، وبعدين هنقرأ القرآن وننام. كل يوم على كده ثابت مش بيتغير. تلقائيا الطفل بيتبرمج على كل الحاجات دي ويبدأ يعمل كده كل يوم من غير خناق معاه على تغيير لبسه أو غسيل أسنانه. أو وقت النوم يكون معروف، وقت اللعب يكون معروف، وقت الأكل يكون معروف، ووقت المذاكرة يكون معروف. في روتين في حياتكم، كل حاجة محددة وليها قواعد أساسية. تالت حاجة بقى التجهيز المسبق. يعني ايه التجهيز المسبق ده؟ قبل اي حاجة ممكن ابنك يعند فيها احكي له اللي هيحصل. هتخرجي انت وبنتك مع صاحبتك وتتغدوا بره، يبقى قبلها بيوم بتعرفيها انا هخرج يا فاطمة بكرة مع طنط هاجر وهنتغدى بره وهنشوف عائشة بنتها. ويومها الصبح برضو تقولي لها تاني هنخرج النهارده وهناكل بيتزا مثلا، وتحكي لها هتعملوا ايه بالظبط. اصل تخيلي مثلا انت حد جه لبسك وخدك من ايدك وخرجك بره وخدك لمكان انت ما تعرفهوش وقعدت فيه وناس كتير حواليكم. تخيلي احساسك بقى. اقل سؤال هتسألين نفسك انا بعمل ايه هنا؟ ايه الناس دي؟ وهتتوتري وتتضايقي. او اقل حاجة مش هتعرفي تتعاملي بطبيعتك وهتبقي مخنوقة. فطفلك برضه هيحس بكل ده لو عملتي معاه كده. فاحكي له على اللي هتعملوه، مش هتخسري حاجة يعني. طيب مثال تاني، هنخرج دلوقتي للنادي نلعب وبعدين هنرجع نغسل ايدينا ونتغدى وننام، وهكذا. عرفيه في كل حاجة قبل ما تحصل. كده احنا شرحنا مرحلة العناد دي وعرفنا شوية قواعد أساسية نسجلها في دماغنا ونعملها مع طفلنا عشان نقلل أي عناد ممكن يجي في المستقبل من ابننا.
طيب لو انا خرجت انا وبنتي بالفعل مع ناس وعيطت واصرت على حاجة، اعمل ايه وقتها؟ لو انا قلت لابني البس وعملت كل الحاجات اللي انت قلت عليها وبرضه عيط وصرخ ومش راضي يلبس، اعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني من الفيديو ده، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.